سلام، مساء الخير. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. على بالي طولت عليكم الغيبه بزاف، وكي نطول الغيبه اعرفوا باللي راني مع طلبيات الاعراس وباللي ما عنديش الوقت باش نصور. هو يعني نقدر نصور لكم شويه، بصح يكون نحط راسي مع التصوير يعني مستحيل راح نقدر نكمل لي كوموند في الوقت. يعني لازم نخير حاجه، يا ندير فيديو الله الله، يا نكمل لي كوموند تاعي. وانا خيرت اني نكمل لي كوموند تاعي. يعني جبت لكم فيديو تاع روتين، بصح ماهوش روتين يعني هذاك الفيديو المتكامل. انا جيت نطلع عليكم شويه باش ما تقعديش القناه يعني فارغه ونطول اسمها الغيبه عليها. يعني خدمت طلبيات متنوعه، ما صورتكمش كلش. يعني خدمت اعراس يعني كبيره والحمد لله قدرت نكملهم في الوقت تاعهم. تمنيت اني نصور معاكم بصح ما كتبتش، يعني كما قلت لكم لازم نخير، يعني نكمل طلبيات في الوقت نصور اليوم. المهم نهضروا شويه على تنظيم الوقت اللي نشوف في روحي. يعني الحمد لله في الصيف هذيك قدرت ننظم الوقت تاعي وما وقعتش في لابريسيون. يعني والحمد لله، يعني مش باش نقول لكم يعني ما وقعتش كامل في لابريسيون. يعني والله غير كيما الخروج لبرا الصيف كومبلي ما خرجتش، رحت للبحر مره واحده برك. يعني كنقول لكم ما خرجتش من الدار بصح. يعني ما وقعتش في لابريسيون هذيك ونظمت يعني الوقت تاعي. المهم اول حاجه تبداو فيها باش تنظموا الوقت تاعكم. انا حكمت طلبيات غير تاع الاعراس، وحكموهم يعني على بكري قبل. يعني في بدايه الصيف كانوا ديجا حكموا الصيف كامل بجويليا اوت سبتمبر كانوا كومبلي، وانا هذاك وين بدات الصيف. يعني على بها قدرت ننظم الوقت ديالي. وتاني كي حكمت هذوك الطلبيات الكبار خليت بين كل طلبيه وطلبيه اسبوع. باش ما يخرجوليش زوج طلبيات في نهار واحد ولا بيناتهم يومين ولا نولي نجاره. سما خليت بين كل طلبيه وطلبيه اسبوع، وباش تاني كل طلبيه نعطيها حقها سما في الاتقان وفي كل حاجه. هذه احد الاسباب اللي خلتني نتنظم في الصيف هذا ان شاء الله. ومكمله يعني مام سبتمبر درت لها هكذا بين كل طلبيه وطلبيه خليت اسبوع. كيف اكتوبر تاني كاين بزاف اللي يحكموا. خليت بين كل طلبيه وطلبيه اسبوع هكذا باش يتنظم الوقت تاعي ونعطي كل طلبيه حقها. تاني بما انه كما قلت لكم احكموا على بكري. لا كوموند تسمى لي كوموند حكموهم على بكري. كي نشري الماتريال ديريكتومون على بالي واش راح ندير، على بالي واش راح نشري ديريكتومون نبدا نلحي في المكسرات. نبدا نوجد في هذوك التحضيرات الاوليه كامل. كي نروح ندير مثلا العجينه، مثلا انا عندي 250 تاع المخبز، ديريكتومون ندير على ضربه نسون قيس 250 حبه. يعني الحمد لله كاين بزاف دوكا كيفي اللي عندهم بزاف هما يخدموا على بالهم مثلا كيف عندهم طلبيه تاع 200 100 150 تاع مخبز ولا اي حلوه اخرى على بالهم المقادير ديالها بالضبط. يعني كي ندير مثلا عندي طلبيه تاع 200 حبه تاع المخبز، ندير العجينه قيس 200 حبه ونطبعها في نهار واحد ونطيبها ونخليها الغدا كيف غدا نزيد نولي للطليه. الطليه على بالي شحال ندير قيس 200 حبه. يعني ندير الطليه بيان ماشي ضربه واحده، ما تقدروش على الطليه 200 حبه. انا ندير بثلاث باكيات تاع السكر الطب ونحط نحط على جهات بثلاث باكيات. المهم نعرف روحي شحال قيس 200، وكي نبدا نطلي فيهم كيف نطلي 200 على ضربه باش ما نقعدش هذيك الحاجه نطلق ونولي ليها، خاطر هذيك راح تضيع الوقت ديالك. شوفوا هنا واش خدمت. هنايا خدمت كعك النقاش اللي ما نحكمش يعني طلبيات عليه باش ما نكذبش عليكم. طلبي كعك النقاش ما نحكمش طلبيات عليه وما نخدموش للناس، بصح هذه شغل الكليونت نعرفها شخصيا على بها. قالت لي حبيت نخدم كلش عندك. حكمت لها طلبيات تاع 200 حبه تاع كعك النقاش. يعني عذبني بصح يعني الحمد لله قدرت نخلصو. درت العجينات كما راكم تشوفوا كما قلت لكم. هنايا عندي 200 تاع كعك النقاش، درت 4 تاع باكيات تاع الزبده تاع 500 غرام. بيان سور نص زبده نص سمن. 4 كلش ما بين السمن والزبده 4 باكيات تاع الزبده. درت 4 عجينات ندير بالعجينه حتى تسمع على جهه هادو يخدموا لي 200 وصح خدموا لي 200 حبه. ومن بعد وليت عجنت الغرس ولا التمر ولا مش كيفاش تعيطولو. الغرس كامل عجنته بالزبده وزيت له ججلان ولا توكات لي زيدي له ججلان وحطيته على جهه يرتاح مليح باش ما يعذبنيش يكون ناقش. بعدها تاني كانت عندي معاه 200 حبه تاع الاخر تاع الديريات. سنته وخليته يرتاح. بعدها رجعت نديرلو في العجينه كيف خليتها ترتاح مليح باش تساعدني في الخدمه. حطيت لها ملون ابيض. هنا وليت ندير في كعك النقاش كما راكم تشوفوا. درتو في هكذا مول تاع الحديد وقلبته
بعدها وليت ننقش فيه كما راكم تشوفوا. يعني هذه الطريقه اللي تجيب لكم تاعك النقاش على حبه. الميزان على بالي راح تسكسيوني، درت 40 العجينه و15 الحشو. المهم تمنيت اني نصور لكم اكثر واكثر باش كيفاش نقول لكم باش تشجعوا تتحمسوا باش تخدموا. عبالكم نحب نشجعكم ونحب نحمس ونحب اللي عندها موهبه تخرجها سيداتي، تخرجها وما تخافش. ودائما نشجعكم سواء هنا سواء اللي بعثوا لي في بريفي باش تبداو مشاريعكم، خاصه اللي عندها موهبه يعني ما حاباش تدخل الدومان هذا غير على جال دراهم، يعني حاب دخلتو بحب. انا نشجعكم كامل انكم تدخلوا في الضمان هذا وتصبروا. هو الاهم انكم تكونوا صبورين وتصبروا، ما كانش حتى حاجه تجيب الساهل. وخاصه البنات الصغار كما يعني راح تساعدكم اللي يبداو صغار راح يتشهروا ليه كيفاش نقول لكم، ما تجيو تلحقوا مثلا 20 سنه ولا 22 سنه تكونوا ديجا تشهرتوا وبديتوا تخدموا مع الناس وعندكم الكليونت تاعكم. كما انا ما نكذبش عليكم، انا بديت نخدم للناس في عمري 16 سنه. كنت والله يعني صراحه كنت كيجيو الناس يديو لا كوموند نبعث ماما باسكو كيشوفوني صغيره فريمون. كنت صغيره يعني 16 سنه كنت بديت نخدم انا للناس. هذه الطريقه كيما راكم تشوفوا باش نزرب، خاطر عييت فريمون. هنايا كنت خلصت المياه الاولانيه ورجعت المياه الدوزيام فريمون عييت. هنايا وليت نصوم في الاخر الجزيريات. درت طريقه جديده واش نقول لكم، وصفه ناجحه مليار بالمية. ماشي اخترعتها انا، شفتها في اليوتيوب جربتها شغل. كيفاش نقول لكم، حبيت يكونوا الجزيريات تاعي احسن من اللي موالفه نخدمهم، خاصه كي نشوف في الانستغرام. يعني نقول لكم صراحه وصعرفوني بصراحتي، كي نشوفوا في الانستغرام نكون ماشي كيما الديريات تاعي. انا حابه يكونوا الديريات تاعي كيما اللي نشوفهم في الانستغرام عند بزاف حلواجيات. هي كنت نجرب هذه الطريقه اللي من بعد نحطها لكم في فيديو منفصل ان شاء الله، وجات ناجحه مليار بالمية. المهم درت الدزيريات كما قلت لكم 200 حبه. هما الدزيريات انا نشوفهم ساهلين وصعاب في نفس الوقت. هو القريص هذا كيدي شويه الوقت، بصح صح طيبهم تعسلهم صيبو، ما عندك حتى حاجه زيد تخدمها فيهم ديريكتومون. حط في لي بواط هنايا حمرتهم مليح وحطيتهم يتعسلوا. هنا كي كنت نحطهم في لي توسوس قلت بالك ما يكونوا ناشفين من داخل، بالك جاني واحد الوساوس. هيا قسمت حبه وهما كانوا يعني 200 سوا نزلت قسمت حبه، زوج حبات قسمتهم. يعني الحمد لله مولات ما كانوش لي بواط، كانت بصح دير قهوه برك على بها. شوفوا كيفاش جاو معسلين من داخل، مع العلم يعني ما عسلتهمش بالشربات، عسلتهم بعسيله مخفه غير شويه تاع بالشربات. يعني في 4 لترات تاع العسل حطيت كاس تاع الشربات. يعني باش يكون في العلم ديالكم يعني وعسيله هذه ماشي شربات. شوفوا كيفاش يجيو معسلين من داخل. من بعد ندير لكم الوصفه لانه فريمون انجح وصفه درتها تاع الجزيريات. سامحوني بالك كثرت عليكم الهضره. المهم الفيديو جالي طويل. هنا وليت البيستاشيو كانت عندي طلبيه منه تاع 250 حبه. هنا دوك نقول لكم هذه واش راح ندير بها. هنايا هذه كريمه البندق تاع المرجان اللي بالبندق المحمص، اي جديده نورمالمون بزاف بنينه خير على الاخرى. حطيتها في هادو باش راح نحطها وسط البيستاشيو. علاش ما نحطش البيستاش اسمها لاباطا بيستاش ونحط هذه؟ باسكو لاباطا بيستاش هذيك حلوه غراف وما فيها حتى بنه وما فيها حتى دوك، ما عجبتنيش اطلاقا. ونحسها انه ترد لي البيستاشيو ديالي قاطع. على بها نحط كريمه البندق لداخل باش يمتزجوا هذوك الادواك ويجي بنين. المهم هذه هي البيستاشيو اللي درت عليه الحس على البواط اللي حطيت فيها المغرفه تاع الشوكولا في انستغرام وفيسبوك. وانا كانت عندي طلبيه تاع 250 حبه، يعني درت بخمسه تاع لي بواط تاع البيستاشيو كاملين وما كفاونيش. يعني من نيتكم راح نطلي انا لابواط ونخبيها ونزيد نخدم بها للناس. من نيتكم اصلا البيستاش هذيك لاباطا بيستاش لابواط سي فريمون صغيره ما تكفيش حتى 20 حبه. يعني باينه باللي راح نخلصها راح نخدم بها ونخلص. يعني ساعات تحبسوا لي راسي. المهم هنا خلصت البيستاشيو هذا صورته في اللي على بها بان اللون ديالو تكون اموندينو تكون ماشي بيستاشيو. هو في اللون ديالو في الحقيقه هو اخضر. المهم نرجعوا لهنا. هنا حندير تاني 250 حبه تاع الثومه. وجدت لها لا جينواز تاعها شوفوا مع الجوز نوازات الاخر شوكولا طارتيني كريمه البندق هكذا. وزدت لها لا كريم بوغ حتى ولات لي كيما راكم تشوفوا. درتهم على ضربه وزنتهم نوزن بال50 باش نخدم وباش في نفس الوقت ما نعياش. المهم هذا هو الروتين تاعنا تاع اليوم. ما كملتش معكم نتوما لا غالبا رغبني الوقت.
هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو.